شكلها طبيعي حلوة قوي قوي زي ما انا بحبها. يا اهلا وسهلا، وحشتوني جدا جدا. النهارده هعمل معاكم رموش اللي هي بتكون واحده بواحده ده شكلها. هقول لكم بقى تفاصيل ازاي تعرفوا مقاسكم او ازاي تعرفوا المقاسات عموما، تبقوا كده ايه عارفين كل حاجه. وهقول لكم برده على كام تفصيله كده وانتوا بتشتروها تخلوا بالكم منها. وكالعاده ما تنسيش لو انت اول مره تيجي اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك للفيديو ده. طبعا ازاي مش تعملوا لايك، واكتبي لي كومنت حلو زي. يلا بينا. انا جايباها دي مقاس 14 مللي. بيبقى فيه من اول 8 دي بتكون صغيرة جدا، وفي 10 في 12 في 14 دي كانت اكبر حاجة اللي خلاني اجيبها، لان انا رموشي صغيرة فالمفروض كنت اجيب حاجة اصغر شوية. ان انا لقيت لونها باهت شوية، ودي حاجة تخلوا بالكم منها وانتوا بتشتروا يعني رموش عامة. ان بيكون في لون اسود قوي، بيكون في لون باهت كده شوية. فانا بالنسبة لي الاسود قوي مش هيكون لايق مع عيني، لان انا رموشي اصلا مش طويلة. لكن لو انت رموشك اطول مني شويه ولون الشعره بتاع الرموش نفسها اسود قوي، هاتي اللي هو اللون الغامق. لو رموشك لونها فاتح، هاتي اللي هو بيكون فاتح شويه. الارقام بتاعه الرموش انت طبعا حسب الطول، يعني 14 دي طويله جدا. بحس ان اللي بيكون حلو ومناسب 10 و12 بيكونوا حلوين شويه. ولو انت بقى ممكن تعملي حركه صايعه ان انت تشتري اتنين، واحده مقاس صغير واحده مقاس اكبر شويه، وتدرجيها بحيث ان انت تعملي من بره الطويله ومن جوه القصيره، فتبان ان هي متدرجه. بس في ناس بتحب ان هي كلها تكون طول واحد، فعادي يعني زي ما انت بتحبي. بصوا انا قربت شويه. ابدا بقى ان انا هركب معاكم دلوقتي الادوات المستخدمه في الفيديو ده. مرايه طبعا، من غير مرايه ازاي؟ والقط. وفي برضو حاجه كده بتكون للرموش مخصوصه، كانت عندي بس ضايعه من فتره وانا ما جبتش غيرها. ولزق الرموش اللي انتوا بتحبوه اي نوع عادي. هو ده لانل، بس ده الكوبي مش الاوريجينال. وخلي بالكم ان في كوبي وفي اوريجينال، وفي بيقولوا لكم سيمي اوريجينال. ما اعرفش هو ده حقيقي ولا هما بيبيعوا لنا الكوبي على انه سيمي اوريجينال. ريحته مش احسن حاجه، فانا عايزه اسالكم لو انتوا استخدمتوا ده قولوا لي هو ريحته بتبقى كده؟ يعني هو ده طبيعي ان ريحته تبقى وحشه كده؟ ان انا كنت بستخدم نوع تاني، ده اول مره استخدمه معاكم. بمسك الرموش كده بالملقاط كده، تمام. باخد من الصمغ وهاخد نقطة صغيرة من الصمغ. بصوا نقطة صغيرة خالص، وهسيبها تنشف شوية عشان لو حطيتوها وهي مبلولة كده هتفك معاكم على طول. والتكنيك بقى الجديد، لان انا كنت عامله معاكم الفيديو ده قبل كده بس بتكنيك مختلف شوية، ان احنا مش هنحط رموش كده، تمام. لا احنا هنحطها من تحت كده. خلوها بس تنشف وهوريكم دلوقتي. حطها من تحت كده. انتوا شايفيني ولا المراية مدارية؟ بصوا انا حطيتها من تحت الرموش. لما احس ان هي مسكت شويه هبدا بقى ان انا ارفعها على فوق كده شويه. طبعا الموضوع ده مش عايز ان انا اكون ماسكه مرايه، عايز ان انا يبقى قدامي مرايه وانا مش عارفه اعمل ده. لان انا المفروض وانتوا بتركبوا تبقوا عاملين كده علشان تشوفوا المكان اللي انتوا هتحطوا فيه. بس بصوا لي كده على الطول، انا حاساه حلو واللون حلو علشان خفيف، مش اسود تقيل. وفي نفس الوقت هي متفرغه، مش تقيله. فحاسه ان هي تكون حلوه. بملى كده عشوائي. وبعد كده لما بحس ان في مكان لسه محتاج تاني بروح حاطه عليه. عايزه تمليهم كلهم ورا بعض كده واحده بواحده اعملي كده. بس انا بحس ان الطريقه دي معايا انا احسن لرموشي يعني. وطبعا هنعمل زي ما كنا بنعمل، هنسيبها تنشف وبعد كده هحطها من تحت. بصوا من تحت ازاي. الطريقه دي. انا بالنسبه لي يعني مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اركبها من غير ما ارفع كده لان الرمش ده فك. فاضطريت ان انا اخش جوه اركبها على المرايه، فحطيت هنا دبل فيس وهلزقها قدامي كده يا رب تمسك علشان اعرف اعمل لكم. اه الحمد لله هي مسكت، بس يا رب ما تقعش هي. طب الحمد لله احنا كده تمام زي الفل. هنركبها وانا واقفه. آه كده حلوه قوي. كده حلوه قوي يا جماعه، طمنوني عليكم، وحشتوني جدا جدا. بقالنا كتير ما بنعملش فيديوهات طويله مع بعض. وبنزل شورتس كده بستهبل بصراحه كل فين وفين. انا قلت اسليكم لحد ما اعمل الجزء ده.
بس انا هعمل دي بس معاكم تاني، وهحاول بقى اللي جاي ده هسرعه شويه علشان برضو ايه يعني انتوا خلاص اكيد فهمتوا التكنيك صح. عادي يحصل حوادث تلزق في ايديكي كده، عادي خالص. والناس اللي عندها المدارس هتبدأ، جهزتوا استعديتوا مبسوطين اهم حاجه. انا اعرف ان الامهات بيكون عندها مدارس دي بتكون مبسوطه قوي. هي المرايه بعيده ثانيه. ايوه كده انا تمام. مضطره ابعدكم انتوا شويه. ماشي تمام كده. وبندخل دي من تحت كده. انا عارفه ان الموضوع شكله مرعب ان انا ماسكه الملقاط وبدخل في عيني، بس لا ما تقلقوش انا بعمله كده. من هنا. بصوا. اهم حاجه ان انتوا تاخدوا نقطه بسيطه جدا وتسيبوها تنشف، ما تحطوهاش وهي مبلوله، عشان لما بتعملوا كده بتاخد القدام وتاني. وحاجه برضو انا غلطت فيها ان انا ما نضفتش النقط اللي هي بتلزق مني هنا كده، فنضفوها عشان برضو ما تمسكش في الرموش اللي فوق. ولما تكونوا بتتفرجوا على فيديو بيركبوا رموش وتلاقوهم ايه تك 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 تك، اولا يا اما حد بيكونوا ناس بروفيشنال قوي في ايديهم واخده على التركيب، او بيكونوا مقصقصين الفيديو، فانتم ما تحبطوش. وخصوصا لو انت اول مره ركبت كام مره كده رموش، وعلى الرغم من كده اللي هي واحده بواحده مش الكامله، وعلى الرغم من كده برضو ايه ساعات بتبوظ مني، فدي حاجه عاديه يعني لان احنا مش خبراء. انتوا فاهمين. اعمل كده مش هرفع عيني قوي علشان ما تتخضوش، وهعملها الزقها كده وتلزقوها تحت وتظبطوا بالملقاط كده. ميزة بقى ان انتوا بتعملوها من تحت كده بتاخد الرموش اللي فوق وتطلع بيها. لما كنت بعملها من فوق على تحت كانت رموش كده كانت بتبقى لوحدها من تحت كده وهما الفوق لوحدهم، فدي بتاخد الرموش من تحت لفوق. اقول لكم حاجة اخيرة، انا ماليش دعوة انت هتركبي الرموش دي امتى وفين وليه وازاي، انا بعلمك حاجة معينة. اولا الرموش ما ينفعش نصلي بيها، فبالتالي الرموش دي بنعملها في الاوقات اللي ما فيهاش صلاه، واكيد انتوا فاهمين. عندك مناسبه بالليل هتروحي وتروحي تخلعيها وتاني يوم تصلي، فما ما تشيلونيش إن الذنب، عشان انا كل ما اعمل لكم فيديو اعلمكم فيه حاجه الاقي ناس عماله تشيلني ذنب. لا، انا بعلمك حاجه ان شاء الله تعمليها في بيتك وانت قاعده، انا ماليش دعوه دي هتعمليها فين. فهكمل واجيلكم بعد ما اخلص. هتقع بالموبايل. جيت لكم بعد ما خلصت خلاص. انا ما بحبش اعمل في اول واحده، ممكن تكون باينه ان هي مش عارفه تبقى ظاهره لكم ولا لا، بس الجزء اللي قدام ده كده لا بيعصبني، فانا زي ما انتم شايفين بعملها كده بالظبط. تعالوا اوريكم بقى. مايك شغال من شويه كنت بسجل لقيته مش شغال. بصوا الجزء ده كله، يعني مش الجزء ده كله، انا عملت بدول بس كل ده موجود. انت بقى عايزه تكثفي، عشان كده كنت بقول لكم في اول الفيديو ان انا ما بحبهاش متكثفه قوي، بحب احطها متفرغه زي كده بعيده عن بعض شويه. انت حابه تلزقيهم في بعض، حابه تحطي كذا طبقه فوق بعض، براحتك زي ما انت بتحبي وزي ما انت شايفه اللي بيليق على عينيكي. انا شايفه ان ده حلو قوي على عيني، ما بحتاجش اكتر من كده. اول مره كنت اجرب معاكم مقاس 14 بس الحمد لله عجبني. طلع ان المقاس الاصغر مش ما كانش بيبقى باين قوي، بس ده حلو لان هو متفرغ. النوع اللي انا استخدمته ده اللي هو اسمه اردن، هي مقطوعه بس بصوا ده اسمها.
ارض الناتشورال طبعا دي مش الاوريجينال اصلا. بس خامتها حلوه يعني، وانتوا بتشتروا رموش ايديكوا عليها كده تلاقوها ناعمه، ما تكونش بلاستيك. مش مهم سعرها، مش مهم ان هي رخيصه، مش مهم اي حاجه، المهم ان هي تكون ناعمه وحلوه. بصوا هحاول اقرب لكم كده شويه. بصوا شكلها طبيعي وحلوه قوي قوي وزي ما انا بحبها. هروح اكمل عيني التانية، مش هعملها معاكم دلوقتي. لو لحقت ان انا اتصور بعيني الاتنين هنزلها لكم على انستجرام، فروحوا تابعوني على الانستجرام. هسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت او في الديسكربشن بوكس، او هكتبه لكم على الشاشه يعني زي ما اعرف. وبس كده يا بنات، اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. باي باي. هروح اكمل عيني التانية. باي.